النجاح مش دايما محتاج فلوس، ويعني يبقى عندك فكره تغير بيها العالم. القصه دي ممكن تغير تفكيرك للابد. شاب بسيط قاعد في جراج بيتهم، مش في شركه ولا معاه فريق، لا لوحده، بس عنده فضول وعنده شغف وعنده فكره شكلها غريب يمكن الناس ما فهمتهاش وقتها. كان بيعمل ايه؟ كان بيجمع نظارات قديمه، يفتحها يفكها يعدلها، وساعات يفضل يشتغل للصبح، يدوخ ويتعب ويفشل، بس كان دايما بيرجع لانه كان مؤمن بحاجه لسه الناس ما شافتهاش. قرر ينزل فكرته على موقع بيجمع تبرعات. كان بيحاول يجمع شويه دولارات تساعده يكمل، لكن هنا حصلت المفاجاه. في ساعات جمع 250,000 دولار، وفي اقل من شهر المشروع دخل فيه 2.5 مليون دولار. ليه؟ لان الناس شافت الحلم، حست بالشغف، حبت الفكره، وكمان دعمته من قلبها. وبعد سنتين بس المشروع اتباع لواحده من اكبر الشركات في العالم بمليارات. تخيلوا، مليارات، من جراج بيته ل 2.5 مليار دولار. عارفين مين الشاب ده؟ ده بالمر لوكي، مخترع نظاره الواقع الافتراضي، واللي فيسبوك اشترتها منه وهو عنده 21 سنه بس خليني اقول لك بقى الحته اللي الناس مش بتشوفها. بالمر لوكي رغم عبقريته اترفد من فيسبوك بسبب آرائه السياسيه، وتعرض لهجوم شرس جدا وتشويه، بس ما تهزش. عمل ايه؟ عمل شركه جديده في مجال تاني تماما، وبقى من انجح رجال الاعمال في التكنولوجيا الحربيه. القصه هنا مش عنه، القصه عنك انت. ليه الناس اللي معاها كل حاجه مش بتنجح؟ وليه ناس بدات من الصفر ووصلوا للقمه؟ انا شفت ناس كتير عندهم تعليم وعلاقات وامكانيات وبرضه فشلوا، وشفت ناس بدات من الصفر ونجحوا نجاح مرعب. ليه؟ لان النجاح مش موارد، النجاح عقليه، مايند سيت. اللي بينجح هو اللي بيبدا حتى لو خايف، حتى لو مش جاهز، حتى لو لوحده. واكتر كده بتوقفنا اننا لازم نستنى لحد ما نبقى مستعدين، بس الحقيقه الناس مش مستنياك مستعد، الناس مستنياك تبدا. وانا بقول لك ابدا حتى لو من جراج بيتك، ابدا حتى لو حلمك كبير، ابدا حتى لو مش شايف الطريق كله. كل يوم بنسعى نكون نسخه افضل من نفسنا. مش مهم انت فين دلوقتي، المهم انت رايح فين. لو بتحلم احلم بجد، ولو عندك فكره ما تخليهاش تفضل جواك، خليها تكبر وتتحول لواقع. تابعني عشان كل فيديو هنا ممكن يكون الشراره اللي تغير حياتك. فكرتك تستاهل تتقال، ما تسكتش عنها واحكيها.